بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي وطلابي طلاب الصف الثالث الإعدادي. نلتقي سويا مع ثاني حلقات دروس الجغرافيا لمنهج الصف الثالث الإعدادي، ودرسنا اليوم بعنوان تضاريس العالم. في هذا الدرس سوف نشرح تنوع أشكال سطح الأرض واختلافها من قارة لأخرى، وما هي الأقسام التضاريسية الرئيسية في العالم، وما التضاريس التي تميز كل قارة عن التي تليها. زي ما قلت لزمايلكم في الصف الثاني الإعدادي، أهم أشكال السطح والتضاريس في العالم تنقسم إلى جبال وهضاب وسهول، وتختلف هذه الأقسام التضاريسية من قارة إلى أخرى في حسب امتدادها ومساحتها وارتفاعها. وفيما يلي هنتعرف على بعض التضاريس التي تميز كل قارة من قارات العالم، وهنبتدي بقارة آسيا باعتبارها أكبر القارات. الجبال: تظهر السلاسل الجبلية في قارة آسيا، والتي تعتبر من أكبرها الجبال التي تقع في غرب القارة، ومنها جبال طوروس في تركيا وجبال زاجاروس في كل من العراق وإيران. أما في وسط قارة آسيا فتقع سلسلة جبال الهيمالايا، والتي بها قمة جبال إيفرست، والتي يبلغ ارتفاعها نحو 8848 مترا، وهي أعلى قمة جبلية في العالم. وفي شرق القارة الآسيوية تقع جبال اليابان. أما عن الهضاب داخل القارة الآسيوية فتقع في وسط القارة هضاب تتشابك مع بعضها، ومن أكبرها هضبة التبت، أعلى هضبة في العالم وتعرف بسقف العالم. بما تفسر تعرف هضبة التبت بأعلى هضاب العالم؟ هنقول له على طول بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال، يعني هضبة التبت دي بترتفع حتى عن القمم الجبلية المرتفعة. أما في جنوب القارة فنجد هضبة الدكن في وسط الهند، وفي غرب القارة نجد هضبة شبه الجزيرة العربية. وفي معلومة كده حبيت أقولها لكم عن هضبة التبت: يبلغ متوسط ارتفاعها نحو 4500 كيلو متر 4500 متر مربع فوق سطح البحر، وهي أعلى ارتفاعا من سلسلة جبال أوروس في تركيا وجبال أطلس في غرب إفريقيا. نيجي للسهول في القارة الآسيوية. هنجد هناك سهول ساحلية توجد على طول سواحل المحيطات القطبي والهندي والهادي، والبحار التي تحيط بقارة آسيا، والتي توجد متفرقة بداخلها مثل سواحل بحر قزوين. أما عن السهول الفيضية داخل القارة الآسيوية فمنها سهول شمالية وسهول شرقية. أما عن السهول الشمالية فهو سهول سيبيريا، وهي سهول واسعة تجري فيها أنهار أوب وسيني، ولينا التي تنبع من الجنوب وتصب في المحيط القطبي الشمالي وتتجمد في فصل الشتاء، لذلك تفقد أهميتها الاقتصادية. أما عن السهول الشرقية فهي سهول منشوريا وسهول شرق الصين، وتجري فيها عدة أنهار أهمها نهر اليانجستي، وسهول نهري دجلة والفرات اللذان يصبان في الخليج العربي، وسهول نهر السند الذي يصب في البحر العربي ومنه إلى المحيط الهندي. طيب، هنيجي نتكلم عن تضاريس القارة الإفريقية. من حيث الجبال يوجد الكثير من السلاسل الجبلية داخل القارة الإفريقية، وتقع في أقصى شمال غرب القارة نجد سلسلة جبال أطلس، وهي سلسلة جبلية تحصر بينها هضبة الشطوط.
أما لو جينا لشمال شرق القارة هنجد جبال البحر الأحمر في مصر والسودان وإريتريا. أما لو جينا لشرق القارة هنجد جبال كينيا وجبال كليمانجارو. أما في أقصى جنوب شرق القارة هنجد جبال داركنزبرج. طيب دي بالنسبة للجبال داخل القارة الإفريقية. طيب الهضاب داخل القارة الإفريقية يسود معظمها مساحات واسعة والتي تمتد في شمال القارة هنجد هضاب الصحراء الكبرى ومنها هضبتي الصحراء الشرقية والغربية في مصر. أما في وسط القارة هنجد هضبة البحيرات الاستوائية، وفي شرق القارة هنجد هضبة الحبشة اللي هي هضبة أثيوبيا، ومن تلك الهضبتين ينبع النيل العظيم. نيجي لجنوب القارة هنجد هضبة جنوب أفريقيا ويجري بها نهر أورانج ولمبوبو. دي بالنسبة للهضاب داخل القارة الأفريقية. أما عن السهول فتمتد برضو فتنقسم إلى 3 نقاط خلاف قارة آسيا اللي السهول انقسمت فيها إلى نقطتين. فنجد داخل القارة الإفريقية سهول ساحلية وسهول فيضية وسهول صحراوية رملية. السهول الساحلية هي التي تمتد على سواحل البحرين المتوسط والأحمر والمحيطين الأطلنطي والهندي التي تحيط بالقارة الإفريقية. وتتميز السهول الساحلية للقارة الإفريقية بالضيق بصفة عامة بسبب اقتراب حافات الجبل والهضاب من الساحل، ولكنها تتسع عند مصبات الأنهار. نيجي بعد كده للسهول الفيضية. السهول الفيضية هي التي تتميز بجودة التربة وصلاحيتها للزراعة، ومن أمثلتها سهول حوض نهر النيل في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، والذي يصب في البحر المتوسط، وسهول حوض نهر النيجر الذي يصب في خليج غينيا، وأيضا سهول حوض نهر الكونغو الذي يصب في المحيط الأطلنطي. طيب احنا ذكرنا كلمة حوض النهر في كذا موقع في السهول الفيضية. ايه هو حوض النهر؟ يعني ايه حوض النهر؟ حوض النهر هي الارض التي يجري فيها النهر او احد روافده او تنحدر مياهه اليه. طيب كده هنيجي للسهول الصحراوية او السهول الرملية. السهول التي تنتشر في الصحراء الكبرى وهي سهول متسعة مثل السهل الممتد بين مصر وليبيا ويعرف بسهل كالينشو في ليبيا، بحر الرمال العظيم في مصر، وسهول صحراء كالهاري في جنوب القارة. دول ال3 سهول الصحراوية اللي موجودين عندنا في القارة الإفريقية. هنيجي بعد كده لتضاريس قارة أوروبا وهي القارة العجوز. طيب تتميز بإيه جبال قارة أوروبا؟ تتميز بارتفاعها وتغطي قممها الجبال وتغطي قممها الجليد في الشتاء، كما تفصل بينها أودية تجري بها الأنهار مثل نهر الراين ونهر الدانوب. من أهمها سلاسل جبال الألب والتي تمتد من وسط أوروبا من الغرب إلى الشرق، يعني زي ما سلاسل جبال أطلس بتأتي في أفريقيا من الغرب إلى الشرق، تمثلها برضو جبال الألب في أوروبا والتي تمتد من الغرب إلى الشرق، وتأخذ سميات تختلف من دولة لأخرى، من حيث تعرف مثلا في أسبانيا بجبال البرانس، وتعرف في شبه جزيرة البلقان بجبال الألب الدينارية. طيب دي بالنسبة للجبال الموجودة أو تضاريس الجبال الموجودة في القارة الأوروبية العجوز. نأتي للهضاب. تمتد في وسط أوروبا من الشرق إلى الغرب، دي عكس بقى، يعني الجبال السلاسل بتاعتها تمتد من الغرب إلى الشرق، أما الهضاب فالسلاسل بتاعتها تمتد من الشرق إلى الغرب. طيب هنلاقي الهضاب في القارة الأوروبية تمتد في وسط أفريقيا من الشرق إلى الغرب، وتقطعها أودية نهرية كما تجاورها الجبال. طيب إيه أهم الهضاب الموجودة في
قارة أوروبا؟ هنلاقي هضبة الميزاتا التي تشغل معظم دولة أسبانيا، وهنلاقي هضبة فرنسا الوسطى التي تقطعها أنهار مهمة مثل نهر السين. دول أهم هضبتين في القارة الأوروبية، هضبة الميزاتا التي تشغل معظم دولة أسبانيا، وهضبة فرنسا الوسطى التي تقطعها نهار مهمة مثل نهر السين. طيب هنيجي للسهول في القارة الأوروبية. هنرجع تاني للسهول، هنقسمها لقسمين فقط لا غير، وهي سهول ساحلية وسهول فيضية زيها زي قارة آسيا، لأن معظم قارة آسيا وقارة أوروبا ما يتمتعوش بالظهير الصحراوي اللي بتتمتع به قارة أفريقيا. طيب هنيجي نتكلم عن السهول الساحلية في القارة الأوروبية. بتمتد السهول الساحلية على سواحل المحيط الأطلنطي والبحر البلطي وبحر الشمال في الغرب والشمال الغرب، وسواحل البحر المتوسط في الجنوب. وتتميز السهول الساحلية باتساعها وتعرجها مما أدى إلى إنشاء المواني بها. طيب هنيجي نتكلم بعد كده للسهول الفيضية. السهول الفيضية أو السهل الأوروبي العظيم بيمتد من المحيط الأطلنطي غربا حتى جبال الأورال شرقا، ويوجد بعض المدن الأوروبية الرئيسية مثل باريس وبرلين، دول بيقعوا في المنطقة اللي هي بتاع السهل الأوروبي العظيم. طيب بيتكون من إيه السهل الأوروبي العظيم؟ بيتكون معظمه من رواسب طينية تتمثل تربة جيدة صالحة للزراعة كونتها الأنهار. ومن أهم أنهار السهول الفيضية أو من أهم أنهار قارة أوروبا عموما نهر الفالوجة، وده يعتبر أطول الأنهار الأوروبية، وده بيصب في بحر قزوين. أما عن نهر الراين فده بيصب في بحر الشمال، وأخيرا نهر الدانوب والذي يصب في البحر الأسود على الحدود التركية. طيب خدنا احنا كده آسيا، أوروبا، أفريقيا، دول العالم القديم. نأتي إلى تضاريس قارات العالم الحديث، ونبدأ بقارة أمريكا الشمالية. هنبتدي بجبال القارة، وأهمها توجد في شرق قارة أمريكا الشمالية سلسلة جبال الأبلاش، ويوجد في غرب القارة سلاسل جبال روكي، ودي تعتبر أعلى سلسلة جبال في القارة أو في قارة أمريكا الشمالية، وبيغطي قممها الجليد في فصل الشتاء. تمام. طيب نيجي بعد كده لهضاب أمريكا الشمالية. هضاب أمريكا الشمالية هما هضبتين بالتحديد اللي بيقعوا في أمريكا الشمالية. هنجد في جنوب القارة هضبة المكسيك، وفي شرق القارة هضبة ليبرادور. تمام كده هنخش على سهول قارة أمريكا الشمالية. سهول قارة أمريكا الشمالية برضو بتنقسم إلى قسمين، سهول ساحلية وسهول فيضية. يبقى احنا عندنا معظم القارات سهولها بتنقسم إلى سهول فيضية وسهول ساحلية. ما عندناش بس دلوقتي كده إلا قارة أفريقيا هي اللي فيها سهول صحراوية. طيب هنيجي عن السهول الساحلية لقارة أمريكا الشمالية. هنقول بتمتد على ساحل المحيط الأطلنطي في الشرق، وخليج المكسيك في الجنوب الشرقي، ساحل خليج هيدسن في شمال شرق القارة، وساحل المحيط الهادي في الغرب، وهي سهول ضيقة. دي السهول الساحلية لقارة أمريكا الشمالية. طيب نيجي للسهول الفيضية أو السهول الوسطى. تعددت خصائص السهول الفيضية لقارة أمريكا الشمالية، وتعددت خصائصها في التالي. بتمتد السهول الفيضية لقارة أمريكا الشمالية من المحيط القطبي الشمالي شمالا حتى خليج المكسيك جنوبا، وتتسع بوسط أمريكا الشمالية إلى الشرق من جبال روكي، ويغطي الجليد أطرافها الشمالية، ويوجد بها البحيرات العظمى في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
طيب ايه هي اهم البحيرات العظمى اللي بتوجد على الاراضي الكنديه والاراضي الامريكيه؟ طيب هنجد سهول نهر نيلسون الذي يصب في خليج نيلسون، وهنجد سهول نهر سانت لورانس الذي يصب في خليج سانت لورانس، وهنجد أخيرا سهول نهر الميسيسيبي الذي يصب في خليج المكسيك، وتمتد هذه السهول في جنوب القارة حيث الأراضي الزراعية. طيب ايه هي؟ اديكم بس نبذة مختصرة او معلومة مختصرة عن البحيرات العظمى. البحيرات العظمى هي بحيرات عذبة توجد معظمها بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي زي بحيرة هورون وبحيرة أنتاريو وبحيرة إيري. أما بحيرة ميتشيجن فتوجد بأكملها داخل الأراضي الأمريكية أو أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجد عليها بعض المدن الصناعية مثل مدينة شيكاغو. دي كانت معلومة بسيطة عن البحيرات العظمى. وبكده نكون خلصنا تضاريس قارة أمريكا الشمالية، وندخل في تضاريس قارة أمريكا الجنوبية. برضو كالعادة هنتكلم عن جبال وهضاب وسهول. تتميز جبال قارة أمريكا الجنوبية في انها في سلاسل جبال الانديز. هي سلسلة جبال واحدة اللي في قارة امريكا الجنوبية، وهي سلسلة جبال الانديز. تعالوا مع بعض نفهم ايه هي سلسلة جبال الانديز وبتتمثل في ايه. تتمثل في سلاسل جبلية مرتفعة من غرب القارة قرب سواحل المحيط الهادي، وتمتد سلسلة جبال الانديز من الشمال حتى الأطراف الجنوبية للقارة. نيجي لهضاب القارة الأمريكية الجنوبية. تقصر الهضاب في شرق جبال الانديز، ومنها هناك هضبة جيانا دي في شمال القارة، وهضبة البرازيل دي أكبر هضاب القارة وأكثرها ارتفاعا، ودي تقع في شرق القارة. وأخيرا هضبة باتاجونيا. هضبة باتاجونيا دي اللي تعتبر أصغر هضاب القارة مساحة، ودي موقعها في جنوب القارة. تمام، يبقى كده خلصنا من الجبال والهضاب، وهنخش على السهول اللي برضو هنلاقيها عبارة عن سهول ساحلية وسهول فيضية. السهول الساحلية داخل قارة أمريكا الجنوبية تمتد على ساحل المحيط الهندي في غرب القارة، وهي سهول تتميز بالضيق. طيب ممكن يجي لي هنا سؤال، بما تفسر تتميز سهول قارة أمريكا الجنوبية بالضيق؟ هقول له بقى بسبب اقتراب جبال الانديز من ساحل المحيط الهادي. تمام، وهقول له كمان ساحل المحيط الأطلنطي في شرق وشمال أمريكا الجنوبية، وهي سهول تتميز بالاتساع. يبقى لو جالي سؤال بما تفسر تتميز سهول قارة أمريكا الجنوبية بالضيق، هقول له بسبب اقتراب جبال الانديز من ساحل المحيط الهادي. وهنيجي في نقطة ثالثة، وهي ساحل المحيط الأطلنطي في شرق وشمال قارة أمريكا الجنوبية، وده سهوله بتتميز بالاتساع. يبقى السهول المرة في جانب المحيط الهادي بتتميز بالضيق، والسهول المرة في جانب المحيط الأطلنطي بتتميز بالاتساع. دي عن السهول الساحلية. ندخل على السهول الفيضية. السهول الفيضية بتتمثل في ايه؟ تتمثل في سهول نهر اورينكو في شمال القارة، وده بيصب في البحر الكاريبي ومنه الى المحيط الاطلنطي. تاني حاجة أو تاني سهل من السهول الفيضية هو سهول حوض نهر الأمازون، وهو يعتبر أوسع السهول الفيضية في العالم، ويجري فيها نهر الأمازون بروافده العديدة، ونهر الأمازون بيصب في المحيط الأطلنطي. وآخر سهول هي سهول لابالاتا، والتي تمتد من الشمال إلى الجنوب، وتجري بها أنهار بارانا وباراغواي ولابالاتا، وبرضو بتصب في المحيط الأطلنطي. يبقى جميع سهول الفيضية في القارة الجنوبية بتصب في المحيط الأطلنطي. نيجي
آخر القارات، وهي قارة استراليا أو قارة أوقيانوسيا. طيب، جبال قارة استراليا من أهمها. أهم جبال قارة استراليا إيه؟ جبال الحاجز الكبير، وهي جبال الألب الأسترالية، ودي بتمتد على طول الساحل الشرقي لقارة استراليا في شكل قوس، وتنقسم إلى مجموعتين: مجموعة الحاجز الكبير في الجنوب، ومجموعة الحاجز الكبير في الشمال الشرقي. بتتميز جبال الحاجز الكبير بارتفاعها وقطع بعض الأنهار لها. طيب، دي جبال استراليا. نيجي للهضاب. الهضاب تشغل نصف مساحة القارة، نص مساحة قارة استراليا عبارة عن هضاب، وبتتميز سطحها بالاستواء، يعني سطح الهضبة من فوق ما يكونش فيه مرتفعات أو منحدرات أو أي حاجة، ده بيبقى مستوي. تمام؟ طيب، في مقارنة بسيطة كده ممكن يجي لك فيها تشابه بين تضاريس القارة الإفريقية وتضاريس القارة الأسترالية. هنقول حيث يسودهما المظهر الهضبي، يعني معظم تضاريس قارة أفريقيا ومعظم تضاريس قارة أستراليا هنلاقي فيه توافق بينهم في المظهر الهضبي، يعني الهضاب فيهم الاثنين تكاد تكون متشابهة. هنيجي لآخر حاجة للسهول. السهول زي ما قلنا سهول ساحلية وسهول فيضية، وبكده نقدر نقول ان السهول الصحراوية في قارة افريقيا فقط لا غير. السهول الساحلية بتتسع في الشمال والغرب والجنوب، وتضيق في الشرق. هنقول لي بما تفسر ضيق السهول الساحلية لقارة استراليا في الشرق. أقول له بسبب اقتراب جبال الحاجز من المحيط الهادي. بقى لو جاب لي سؤال بما تفسر ضيق السهول الساحلية لقارة استراليا شرقا، أقول له بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي. طيب، هنيجي للسهول الفيضية. السهول الفيضية بتتمتع السهول الفيضية في قارة استراليا بأنها متسعة يجري بها نهر ماري ودارلينج ويصبان في الخليج الاسترالي الكبير، وتعد هذه السهول سهول زراعية وتوجد بها الكثير من المدن المهمة. تمام. هنيجي للسهول الصحراوية، أو وجدنا تشابه آخر، معلش أنا آسف عن المعلومة اللي فاتت، وجدنا تشابه آخر بين قارة استراليا وقارة أفريقيا في التضاريس. أول حاجة إن هما متشابهين في الهضاب، تاني حاجة إن هما ليهم سهول صحراوية، وتتميز السهول الصحراوية في قارة استراليا بأنها توجد داخل وغرب القارة، وهي عبارة عن صحاري رملية تقل بها الموارد المائية. تمام. بكده أقدر أقول لكم إن أنا خلصت درس اليوم اللي هو تضاريس العالم، وبالتوفيق ليكم جميعا، وانتظروني فيما هو قادم، وما تنسونيش في المشاهدات واللايكات والشير حتى يتسنى لنا تقديم المزيد من المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.